مرحبا. بدنا نعمل اليوم البانكيك. هي فطاير سهلة التحضير وسريعة. راح نبلش بكاسة طحين مثل ما انكم شايفين. راح يكون عنا معلقتين كبار سكر، يكون عنا معلقتين صغار بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة ملح. المكونات السائلة راح يكون عنا كاسة حليب، راح نستخدم معلقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة سائلة إذا عندكم. راح نستخدم بيضة، وراح نستخدم القرفة الناعمة هاي بمرحلة لاحقة للتزيين. هلا راح نبلش بإضافة المواد الجافة مع بعض. بالنسبة للمقادير السائلة أنا حطيت البيضة، حطيت معلقة زيت نباتي كبيرة، وراح أضيف الحليب، وراح نحركهم مع بعض. وهلا بعد ما خلطنا المواد السائلة مع بعض راح نضيفها فوق الطحين، نحاول نحطهم بالوسط. وراح نتابع التحريك مثل ما اننا شايفين لين ما نحصل على القوام هذا. وهلا بتكون الخلطة جاهزة، وراح نبدأ بتحمية المقلاية على النار، ونبدأ بصب البانكيك. وهلا راح نحط المقلاية على نار متوسطة، راح نحط عليها رشة زيت، ونبدأ بصب محتويات البانكيك على المقلاية. راح استخدم انا معلقة تقريبا مقدار ربع كوب، فيكم تستخدموا معلقة كبيرة من المطبخ من عندكم. ونبدأ بصب البانكيك. لما بنبدأ الصب نحاول نحطها دائما نصب بوسط المقلاي وهي بتتمدد. طبعا هون بنحاول نحن مثل ما شايفين نوسعها شوي، راح نحاول نحركها بس نعطيها شكل أكبر شوي، نمددها. وهلأ راح نعيفها بدون تحريك طبعا. ولما بتبدأ الفراغات بتتكون مثل ما شايفين هالفراغات هاي، هذا بيعطينا دليل انه الطرف الاول بيكون هلا استوى، فينا نقلبها يعني على الطرف الثاني. مثل ما شايفين حتى قلبها سهل بيكون. هلا بنستنى عليها كمان تقريبا نص دقيقة، وبعدين بنبدأ بتحريكها. وهلا بعد ما خلصنا هي حطيناهم بصحن التقديم. طبعا فيكم تنوعوا مثلا على ذوقكم. على هون مثلا للاطفال فيكم تحطوا مثلا نوتيلا، شوكولا، في مثلا فينا نستخدم عسل مع قرفة مثل ما انا شايفين، وفينا نستخدم كمان موز مع عسل مع قرفة. بالنسبة طبعا التوبس يعني او بتحطوه برا بيكون طبعا على ذوقكم. والف صحة وهنا. Yummy, yummy. I want to add the chocolate.